السلام عليكم ورحمة الله. لسه مخلص جلسة قراءة كده في كتاب المجريات للكاتب إبراهيم السكران. وبصراحة كان بيناقش مفهومين أنا شايف إن هما من أعظم المفاهيم اللي أنت تقدر تستفاد منها دلوقتي. كان بيتكلم على إيه؟ على الفرق ما بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة، وكمان الفرق ما بين فقه الواقع والغرق في الواقع. وكان في فرق ثالث مهم جدا الا وهو ايه؟ كان بيقول لك برضو الفرق ما بين ايه؟ الفرق ما بين اللهم صل على محمد، اللي هو ايه؟ المتابعه في زمن التحصيل والمتابعه في زمن العطاء. الاولى فقه الواقع، ان انت يعني زي ما احنا في الوقت في الزمن اللي احنا فيه ده، واللي بتمر بيه الامه واللي بيمر بيه اخواتنا في فلسطين وفي غزه، فده كده انت عندك وعي باللي بيحصل، ما انتش بعيد. طيب هل بقى الأفضل إن أنت تفضل 24 ساعة في 24 ساعة بتسمع فيديوهات وبتشوف صور وبتسمع أخبار وبتقرأ أخبار وبتتابع، وأنت مش في إيدك حاجة في التغيير؟ يعني أنت مش بإيدك حاجة، أمر كده تصدره فيحصل تغيير مثلا في الوقت اللي مش بإيدك. طيب ده الأفضل، ولا الأفضل إن أنت خلاص في مثلا وقت مخصص، وقت هو اللي بتابع فيه أخبار إخواتي وبحاول وبدعي لهم، وليه مثلا ورد من دعاء مخصص ليهم؟ ده كده مثلا ده اسمه كده فقه الواقع، مش الانغماس في الواقع اللي هو بيكون غير مجدي غير مفيد. طيب النقطة الثانية، المتابعة في زمن التحصيل والمتابعة في زمن العطاء. دلوقتي أنا وأنت يعني كلنا يعني من يعني إيه، من السوء إن إحنا اتولدنا في العصر ده. إزاي؟ يعني حاشا لله طبعا، ولكن يعني إيه، من سوء حظنا. يعني ليه؟ يعني السوشيال ميديا دلوقتي كده هي أكبر عائق أمامي وأمامك في طلب العلم، وفي المذاكرة، في إن أنت تركز في شغلك، وفي إن أنت تحاول تنتج حاجة مفيدة. من سوء حظنا إن إحنا اتولدنا في العصر بتاع السوشيال ميديا ده. حلو. ولذلك فهو كان بيقول لك إيه، أنت دلوقتي كده في زمن تحصيل، أنا وأنت كده في أفضل زمن للتحصيل العلمي. فالحري بينا والافضل ليا وليك ان احنا دلوقتي كده نقعد نذاكر يا عمي. والله دلوقتي يعني اللي انا جه في خاطري ان انا دلوقتي كده كوني ان انا اقعد اذاكر محاضره مثلا للكليه، او ان انا مثلا اقرا ورد قران، او ان انا يا سلام بقى لو بطلب علم شرعي ان انا اقعد اذاكر لي شويه كده مذاكره مثلا، سواء في الفقه او الحديث او التفسير او ايا كان الفرع اللي انت بتذاكر فيه. انت كده يكاد يكون مع الدعاء طبعا اللي هو لا ينقطع، يكاد يكون تؤدي ما عليك، يكاد يكون دورك. انت كده تمام جدا والله في بالنسبه للقضيه اصلا، وبالنسبه لدورك تجاه اخواتك. ليه بتحاول يعني ايه؟ انت بتشتغل في حدود المتاح. المتاح لك ايه؟ او المتاح لي ولك ايه؟ الدعاء. مش متاح لنا حاجه غير الدعاء. حلو الكلام. طيب زي الفل. انا بدعي. طيب ومع ذلك ايه؟ بشتغل على نفسي، بطور من نفسي، بحاول اكون انسان ناجح. ما هو انا مش هعرف انفع الامه دي غير لما اكون انسان ناجح. بس فده فرق دايما ما بين المتابعه في زمن التحصيل والمتابعه في زمن العطاء. طيب لو واحد بقى اصلا من ائمه الدعاه مثلا، انا عاجبني قوي قوي الفتره دي بصراحه، دكتور احمد السيد. بصراحه يعني ايه، كلامه بيبقى في الصميم بصراحه. حاول تسمعه. دكتور احمد السيد كان حتى كان اخر فيديو ليه تقريبا عن ايه، اللي هو التفاؤل بالنسبه لاهل غزه يعني في الوقت اللي احنا فيه ده. فبصراحة هو يعني ده ما شاء الله خلاص داعي ومفكر إسلامي، وحد خلاص يعني إيه وصل لدرجة عالية ما شاء الله إيه في العلم، نسأل الله إنه يبارك فيه يعني. فده كده دوره إن هو لا أتابع ووعي الناس. لكن أنا وأنت دورنا إيه؟ دورنا إن إحنا نقعد نتعلم الأول. ما إحنا مش لدرجة إن إحنا نوعي الناس. واللي أنا بعمله ده على فكرة برضو يعني إيه، سميها تذكر مش وعي خالص. يعني تسميها تذكرة كده، أنا بفكرك وبفكر نفسي قبل ما بفكر حد عامة يعني. وبحاول اي كلمه تطلع من لساني ان انا اعمل بيها والله، واسال ربنا انه يسدد الواحد في النقطه دي. دي كده اللي هي الفرق ما بين المتابعه المنتجه والمتابعه المتفرجه. فانت انغماسك في ان انت تفضل صور 24 ساعه، او ان انت تقعد تحرق بنزين على الفاضي، ما لا، ما كده انت كانك واحد من الجماهير. طيب قعدت اذاكر وقعدت اجتهد واشتغل على نفسي، ويبقى لي ورد عباده كويس، وورد قيام ليل، وورد طلب علم شرع، وورد اجتهاد في الكليه، لا انت كده الافضل.